أنا أكتب بحالة تصوف. وش اللي قدموا لنا المشروع الإسلامي عبر ال100 سنة؟ الشرع عندنا أكل الربا، الزنا، السحاق، الزنا بالمحرمات. بل هذا بسبب الإسلاميين؟ طبعا. من اللي القرآن حرفت آياته كما قلت في قصيدتك. نعم. اللي ناسب عبد الله بن عباس من تفسير وناسب ابن تيمية من تفسير يمكن ما يناسبني. المدح ولا عمر بن الخطاب يقول يعجبني من الرجل أن يقدم شعرا بين يدي حاجته. صحيح، لكن بالنسبة لي أنا الكلام هذا ما يناسبني. سر الليل كله والمطوع ب10 قروش مع اللي معاه اللي حسبته ولا حاجة. خذاريف شاعر لا صحى بمسية مربوش، عرف علة الساحة ولا وفر علاجه. عفارم على الجمهور وإعلامنا مغشوش، يوجه من الخارج ولا يقدر يواجه حمير الصحافة. ما تكفي معاهم هوش. لقوبي عقب ما صرت للعرب. ظلام الضلال يتجلى غدا مغشوش، يجليه نور الحق ما يطفي سراجه. مجسد بشاعر من براد الهوى مخشوش، بعد ما تجمل في كريمات مكياجه. تباهى بجلد ما ستر لحمه المنهوش، من انياب فكرية على الدين من عاجه. تلحف وسوي سلعة ور عقله المفروش، يمارس شذوذ الفكر ويطفي هياجه. يدق على مسمار لبه كما الشاكوش، تعاشر مشاعر سرعة ادخاله اخراجه. وصل رعشة النشوة قبل ينتهي مرعوش، نتيجة يكررها ألم لذة علاجه. دفق به اخو مره لقاه حلحي المخدوش، سفاح برحم فكره حوى الشر بمشاجه. يقول الجبان انه مطوع ب10 قروش، سجين الغرور وقيدها الزور وسياجه. صحايف سوابق سرها للبشر مفتوش، ما يرهم مع اسمه وصف للعرب صناجه. ردار الادب جرمي مجرم معه مكفوش، مسجل جناياته بالارشيف ودراجه. نصب نفسه محامي للاعداء بسلم وهوش، وبرر رسوم العلج سنه من علاجه. رماله كلام اخطى طريق الحقايق طوش، يوثق نباح الكلب مكساج منتاجه. نباح الاباحيه عن اذن الشرف مطشوش، ما يحجب صدى الاسلام واهله ونهاجه. خذاريف ما تبني للامجاد باسمه حوش، وتبني قصور العار والذله انتاجه. اخصه بشخصه والسناعيس ضمن جيوش، تسل السيوف وتكسر الكفر وافواجه. أخصه بشخصه والسناعيس ضمن جيوش، تسل السيوف وتكسر الكفر وافواجه. وقحطان مع عدنان للدين روس تشوش، محيط المنايا بلقى ترعب أمواجه. وانا عزوتي عرب وعجم مجدهم منقوش، هل الدين الإسلامي من الكرب فراجه. سبب كسر كسرى وكسر قيصر بدون ارتوش، عزه ونصر الله مع إسلام ممتاجه. الشاعر مشعل ابن القهيدية المطيري.